السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى مع بعض نعمل فطاير لذيذة بدون ما نعجن وبدون ما نفرد وبدون ما نتعب نفسنا في أي حاجة. نقول بسم الله ونصلي على رسول الله، ونيجي مع بعض نجيب لفة جلاش كده. اللفة دي والله العظيم كانت عندي في الفريزر ومحتارة أعملها ايه، فقلت بقى أعملها حاجة كده لذيذة كده معاكم. فطاير خفيفة كده ونسقيها بتشريبة موجودة في كل بيت. تعالوا مع بعض كده. زي ما انتم شايفين جبت نص كوباية من السمنة، وابتديت اللي انا ادهن اول ورقة كده بالشكل ده. هطبق اول ورقة وهجيب الورقة التانية. هنعمل الفطاير بتاعتنا بورقتين من الجلاش بس. تطلع معاكي هشة ولذيذة جدا وطرية من جوه ومقرمشة من بره. زي ما انت شايفة كده هي كلها دهن السمنة كده بالشكل ده. ممكن بقى في الوقت ده كده، ممكن لو انت عايزة تحشيها احشيها. تحشيها قشطة، تحشيها مربى، تحشيها سكر بودرة، تحشيها شوكولاتة، اي حاجة تخطر على بالك او موجودة عندك عايزة تحشي الفطاير بتاعتك بيها. ما فيش اي مشكلة خالص، تعمليها وتبقى احلى من الفطاير اللي بره. زي ما انتم شايفين كده ادي كده الفطيرة بتاعتي اول واحدة خلصت. طبقتها بالشكل ده، وما بين كل ورقة والتانية بدهنها، وكل تطبيقة والتانية بدهنها برضو كده عشان تبقى مورقة معايا ومنفوخة كده زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. ادي كده اول فطيرة. زي ما انتوا شايفين انا مش هكمل ورقة الجلاش كلها، انا هعمل بس على عدد افراد العيلة عندي، وهشيل الباقي المرة تانية وقت برضو ما اكون عايزة اكلهم برضو. فطاير برضو هطلعها وممكن احشيها بقى حلوة او حادق. تمام. زي ما انتوا شايفين كده ما بسيبش حتة الا ما بدهنها علشان تبقى منفوخة معايا كده ومورقة بالشكل ده. ادي كده اول ورقة طبقتها وتاني ورقة هطبقها نفس الحكاية. ولو انتوا واخدين بالكم الجنب التاني من ورقة الجلاش انا ما بدهنوش. زي ما انت شايفة كده. خلاص. انا اسفة على تهزيز الكاميرا. زي ما انتوا شايفين كده ادي كده تاني ورقة. خلاص ادي كده تاني فطيرة خلصت. هطبقها كويس بس كده. بصوا، دهنة بسيطة برضو من السمنة بالشكل ده. عايزة اقول لكم عجبت الولاد جدا وعجبت اللي كلها. حاجة يعني بصوا من لا شيء عملنا حاجة حلوة جدا، وحاجة بتتباع بره بمبلغ. يعني اي فطيرة من اللي احنا بنعملها دي، بس طبعا التانية على اكبر شوية بتتباع بمبلغ برضو، من غير اي تكلفة خالص. ممكن تاكلها حلوة او حادق بالشكل ده كده. طبعا اللي وصل معايا لحد دي فضلا وليس امرا. اتمنى تشرفوني كده لو انتم ما شرفتونيش في القناه قبل كده او مره تشرفوني. تدعموني باللايك وتكتبوا لي تعليق حلو منكم كده، تقولوا لي تتابعوني من انهي بلد. تصلي على النبي في التعليقات، وتشجعوني باي لايك كده عشان الفيديو يترفع معايا وغيركم يستفاد. تمام. ادي كده خلصنا خلاص. يعني انا مش هقولك ان انا كنت مرتبه الوصفه دي ولا حاجه، انا مطلعه ورقه الجلاش كده وزي ما قلتلك انا سايباها كده على الرخامه وعماله اقول هعمل بيها ايه، محتاره اعمل بيها ايه. قلت بقى لازم اعمل بيها حاجه ما بين الفطاير وما بين الفطير المشلتت. لو انت بقى طبعا عايزاها مورقه كتير كده ممكن تعملي كام واحده ببعض تبقى فطيره مشلتته، من غير بقى ما نجيب قشطه ولا نجيب زبادي ولا نجيب بيكنج باودر ولا اي حاجه. هي دهن السمنه هتطلع معاكي مورقه. عملت الكميه دي، شلت بقيت نص ورقه الجلاش، وجينا بقى على البوتاجاز كده، صينيه او طاسه، دهنه بسيطه من السمنه. وزي ما انت شايفه كده الطاسه سخنت، ههدي النار عليها شويه واحط اول واحده بالشكل ده. والعين التانية حاطين بقى مجهزين الحاجه اللي احنا هنسقي بيها الفطاير. اللبن الدافي انا بغليه كده معايا وهستنى اما يهدى شويه، ونسقي بيه بقى الفطاير كده مع السكر البودرة. حاجه كده تحفه، حاجه كده خيال. لو انتم ملاحظين الفطيره بتنتفخ معايا كده بالشكل ده، انا مهديه النار عليها، مش عايزه اعلي عشان ما تتحرقش مني، ومش عايزه اهدي النار علشان ما تهبطش. تمام. لان النار الهاديه هتخليها هابطه كده ومش هتنتفخ معاكي، والعاليه هتحرق معاكي بسرعه وهي من جوه يعني ايه، مش ما خدتش سوا كده، تحس اللي هي عجين. تمام. بس الشكل عامل ازاي، حاجه روعه كده.
من دون بقى ما نقلي في زيت ولا نعمل بقى كميات كبيرة ولا اي حاجة. هنزل اللي بعدها، دهنت دهنة برضو، بعدين دهنة بسيطة من السمنة يا دوبك لي بس ايه الفرشة كده بس عشان ايه تدي لمعة للفطيرة من بره، لان طبعا انا مدهنش الفطيرة من بره ولا من الظهر. بس بالشكل ده كده، هي كل اللي انا استخدمتها هي نص كوباية الزيت، وفاض منها شوية كمان. يعني انت لو كملتي بقيت ورقة الجلاش هتكملي بقية النص كوباية اللي فاضلة، ويبقى احنا كده يعني يعني ما يعتبر ما استخدمناش حاجات كتير. هي ورقة الجلاش والسمنة بس، وشوية السكر البودرة واللبن طبعا. ممكن اللبن ده بدل اللبن ممكن تعملي مثلا لو عندك سيرب تقيل او عندك عسل نحل مفيش مشكلة، سيرب تقيل او سكر بودرة زي ما قلنا، او صوص شوكولاتة اللي انت حباه بقى اعمليه. دي طبعا حسب ذوقك انت وحسب اللي موجود عندك في البيت. انا ابسط حاجة عملت لبن دافي وسكر بودرة، زي ما قلت لكم خفيفة وعجبت الولاد جدا. وطبعا انا ما حطيتش لبن، ما حطيتش سكر على اللبن، انا اكتفيت بالسكر اللي انا رشيته، فطلع معاها طلع السكر بتاعها معتدل كده مش تقيل ولا دسمة في نفس الوقت. تمام. بصوا ما شاء الله بنتفخ ازاي. هشيلها بقى ونحط ونيجي بقى نشوف الكمية اللي احنا عملناها. انا عملت حوالي 8 فطاير كده، هقصها بالمقص عشان لما اجي اصب فيها اللبن والسكر كده يخشوا ببعضهم كده ويتغلغلوا. عايزه اوريكم كده هما سايحين كده وبيبظوا من اللبن والسكر، حاجه كده تحفه. يعني انا لو قعدت كل يوم هعمل الوصفه دي مش هزهق بصراحه. حاجه كده مش مكلفه وفي نفس الوقت لذيذه كده وخفيفه ومش دسمه. بصوا رشه السكر حاجه بسيطه كده على الوش بالشكل ده. طبعا احنا مش حاطين سكر خالص، فطعم الجلاش بتاعنا دلع. يعني ابسط حاجه الرشه الخفيفه اللي احنا عملناها دي. طبعا احنا يعني انا كرمه اول احنا لدرجه احنا مالين كوبايه اللبن قوي عشان هتدلدق في الارض. فزي ما انت شايفه كده السكر دخل جوه الفطاير. هرجع تاني ارش رشه سكر تاني بحيث ان اللبن بقى موجود كده يمسك في السكر كده ويدي طعم حلو. بصوا بص تلاقيه شرب بسرعه علشان طبعا مبلوله من اللبن. تعالي مع بعض بقى ندوق كده ونشوف الفطاير بتاعتنا الجميله دي وهي غرقانه بالسكر واللبن كده ازاي. بصوا يعني انا وقفت اصلا نسيت نفسي وكنت عايزه اخلص الطبق، وطبعا الولاد عمالين يقولوا يلا يلا عايزين نشوف الحاجه انت عاملاها. زي ما انتوا شايفين حاجه كده تحفه بجد، اقل من اللي يقال عليه، يعني اقل من المبالغ اللي احنا بنسمعها اليومين دول في المحلات كتير. لو انت هتجيبلك فطيره بسكر زي كده هيقولك اقل حاجه، يعني مش عايزه اقولك 50 جنيه، اقل حاجه هيقولك 40 جنيه 45 جنيه لو انت تاكلي فطيره بسكر زي كده بالشكل ده. طبعا ورقه الجلاش انتوا عارفين اسعارها دلوقتي، والسمنه موجوده في كل بيت. ممكن ما تعمليش بسمنه كمان، ممكن تعملي شويه زيت صغيرين بس زيت يكون نضيف، وبرضه هتأدي الغرض وتعملي حاجه كويسه زي ما انتوا شايفين كده لولادك. اتمنى الفيديو يعجبكم وتدعموني باللايك والاشتراك بالقناه. وزي ما انتوا شايفين كده الوصفه خلصت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.